هذه العمليات أحكمت سيطرتها فعليا على منطقة مصفاة الجيلي، ونجد أن مصفاة الجيلي يا جماعة هي أهميتها في هذه المعركة من الناحية العسكرية هي بتعتبر المفتاح بالنسبة لولاية الجزيرة. مصفاة الجيلي أيضا هي بتعتبر المفتاح لمنطقة بحري ومنطقة شرق النيل. أيضا بتعتبر مفتاح لمنطقة الخرطوم وجنوب الخرطوم. إذن مصفاة الجيلي عندها تأثير كبير جدا على كل المحاور اللي ذكرناها. فإذا حاولنا نوضح النظرية دي، الكل إذا هو متواجد في الخرطوم وبيعرف الخرطوم بمدن الثلاث جيدا يضع خارطة لهذه المناطق ويحدد فيها موقع مصفاة الجيلي وينظر لبقية المواقع والمحاور بتاعت القتال المختلفة، فيجد إنه مصفاة الجيلي يقع في نقطة لا يمكن إنه للقوات المسلحة إنها تتجاوز هذه النقطة دون أن يتم تحرير هذه المنطقة بالكامل. فمسألة مصفاة الجيلي هي مسألة حتمية ولا بد منها أن تحرر هذه المصفى قبل كل العمليات أو المحاور الأخرى سواء كانت بحري أو شرق النيل. إضافة إلى ذلك الناس ربما تتساءل اللي خارج البلد وحتى داخل البلد في الولايات الآمنة، فعندهم أقارب وعندهم أصدقاء وعندهم جيران بيتصلوا عليهم وبيرفعوا لهم التقارير أو بيرفعوا لهم المعلومات عن الشيء الحاصل عندهم هناك. فربما تسمعوا كلام إنه الجنجويد موجودين، لكن الجنجويد الموجود ده يا جماعة ما هي القوة الصلبة اللي ممكن نحن تشكل تهديد لقواتنا المسلحة. معظم المجموعات المتواجدة في مناطق جنوب الحزام ومناطق الخرطوم وسط أركبيل شارع الستين المعمورة الطائف الصحافات مناطق جبرة أيضا مناطق شرق النيل وجزئية من منطقة بحري أصبحت محصورة شديد في منطقة شمبات المرسى ومنطقة كبري شمبات المظلات. فهذه المجموعات المتواجدة في المناطق اللي ذكرناها جنوب الخرطوم زي أركبيل المعمورة وغيرها ومناطق شرق النيل هي أغلب هذه المجموعات وربما تتجاوز نسبة 95%. هي كلها عبارة عن عصابات نيغروس ومجموعات تنظيمية إجرامية تمارس الأعمال الإجرامية واضطهاد المواطن في هذه المناطق وتنصب بعض الارتكازات في كثير من الأحياء وتعمل على استفزاز المواطنين، وإنها هي القوة الشرعية في هذه المناطق. هي عبارة عن مجموعات تكونت من النيغروس ومعتادي الإجرام والذين خرجوا من السجون لكن كقوة تمتلك السلاح وتمتلك الأسلحة الثقيلة وممكن تشكل تهديد لقواتنا المسلحة. هذه المناطق ليست فيها هذه القوات المتواجدة ممكن نقول عليها صلبة هي الكام متواجدة في أول الآن اللي هي المتواجدة في منطقة المظلات، وكانت هنالك قوات كبيرة جدا أيضا في منطقة كافوري بمربعات كافوري كلها كانت عبارة عن قيادات عسكرية كبيرة جدا ومخازن للأسلحة في منطقة كافوري. لكن الحمد لله بفضل الطيران المسير والطيران الحربي قدرنا إنه نحيط مجموعة كبيرة جدا من المستودعات الاستراتيجية والقيادات البارزة اللي كانت بتتخذ منطقة كافوري كنقطة بتاعت انطلاق لسير كل العمليات في محاور القتال المختلفة لميليشيات التمرد. نسبة للضغط الكبير والعمليات العسكرية خرجت هذه المجموعات والقيادات بمن نجا بجسمه إلى مناطق شرق النيل، وحتى في مناطق شرق النيل بنلقاها هي متواجدة في المناطق الطرفية لمنطقة شرق النيل، وهنالك مجموعات كبيرة جدا. شرق النيل كمثال منطقة أم ضوانبان ومناطق العسيلات ومناطق والضب صالح ومناطق الشيخ مصطفى الأمين، دي المناطق الآن اللي خرجت إليها القيادات وخرجت عليها القوات الصلبة اللي ممكن هي تشكل تهديد بالنسبة لقواتنا المسلحة. ممكن نقول إنها هي قوة ممكن إنه نحن نواجهها كمعركة عسكرية. أما بقية المناطق اللي تم ذكرها كشرق النيل
ومنطقة بحري تأكدوا تماما مجرد ما تم تحرير مصفاة الجيلي. هذه المناطق حقيقة والله مش عشان نطمن الناس، لا، لا توجد القوة الممكن تعيق عمل القوات المسلحة. هي عبارة عن عصابات، وهذه المجموعات مجرد ما انتهت مصفاة الجيلي هتحرر خلال 24 ساعة. أيضا شاهدنا كثير جدا من العمليات العسكرية طيلة الثلاثة أيام الماضية في المناطق الوسطية للخرطوم ومناطق بري، وربما تكون لأول مرة منذ فترات طويلة جدا أن القوات المسلحة وفرق العمل الخاص تتوقل في المناطق الوسطية للخرطوم والمناطق الشرقية. امتدت لمسافات بعيدة جدا وقدرت أنها تهيمن على مساحة واسعة من منطقة مطار الخرطوم. أصبحت الميليشيات الآن حتى هي المتواجدة في منطقة شرق النيل تتخلص، وأكثر هذه المناطق مناطق بحري. مناطق بحري ممكن نقول عليها بنسبة 80% هي أصبحت الآن في يد القوات المسلحة، ومنطقة بحري العسكرية ممثلة في سلاح النقل وسلاح الإشارة. معظم الأحياء الضناقلة وحلة حمد والختمية والمزاد وأجزاء واسعة جدا أيضا من مناطق الصافية وشارع الإنغاز والمنطقة الصناعية، الأجزاء الغربية والأجزاء الجنوبية، هذه كلها مناطق أصبحت هي تحت سيطرة القوات المسلحة، عدا الجزئية بتاعة الصبابي وكبري المظلات ومنطقة أيضا المرسى، وامتدادا حتى شارع شمبات اللي بيجي مار بالزراعة. كانت متواجدة في منطقة كبري الحلفاية، لكن تم دك كل الارتكازات والقواعد اللي كانت منصوبة لميليشيات التمرد في كبري الحلفاية من الناحية الجنوبية، وتراجعت هذه القوات وأصبحت متواجدة حوالين منطقة المظلات. وهذه القوة أيضا إذا نظرنا لها من الناحية العسكرية بنجد أنها محاصرة تماما، لا تستطيع أن تمشي أو تتحرك إلى الأجزاء الشمالية، لأن قواتنا المسلحة متواجدة وتعمد على حصار هذه المنطقة وفصل المجموعات المتواجدة في منطقة الحلفاية ما بين المجموعات المتواجدة في منطقة المظلات بحري. كذلك إذا حاولت هذه المجموعة أنها تتوجه إلى الأجزاء الشرقية نجد سلاح النقل وسلاح الإشارة قواتنا المسلحة متواجدة ومنتشرة بكثافة عالية جدا. وإذا حاولت أيضا تتوجه إلى الأجزاء الجنوبية بحيث أنها تعبر النيل أو كبري الحديد كبري النيل الأزرق، نجد هذه العملية أيضا مستحيلة. إذا حاولت أنها تعبر إلى الأجزاء الغربية مجرى النيل، هنالك الدفاعات وقواتنا المسلحة متمركزة في مناطق بيت المال وأيضا المناطق بتاعة بروف وامتدادا حتى سلاح المهندسين. إذا هذه المجموعة أصبحت هي كما ذكر الغائد إنها في مسألة بتاعة شركة مزريدو كبير جدا، ليس أمامها إلا المقاومة ثم الهلاك، إما عملية استسلام كامل لهذه المجموعات. المجموعات في شرق النيل خرجت كل المجموعات المتواجدة في منطقة كافوري وتركزت في مناطق شرق النيل، وربما الناس لاحظت في يومي أمس واليوم حقيقة هي أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذه المجموعات اقتحمت منطقة أم دوم في شرق النيل وعملت على استباحة هذه المنطقة وسرقت كل الممتلكات للمواطنين، وأيضا تهجير المواطنين في عملية بتاعت عجز كبير جدا لميليشيات التمرد التي تعاني في نقص حاد للمواد البترولية ولإمدادات الأسلحة والذخائر اللي كانت بتجيها من مصفاة الجيلي. أيضا مصفاة الجيلي يا جماعة يعتبر هو من المخازن الاستراتيجية لميليشيات التمرد لمدها بالسلاح والذخيرة والمواد البترولية، لكن بالحصار المفروض من منطقة حطابة العسكرية ومنطقة الكدر العسكرية حال دون ذلك، وفرض عملية بتاعت حصار كبيرة جدا على هذه الميليشيات. إذا جينا تحدثنا أيضا عن منطقة أم درمان، أم درمان أصبحت الآن حوالي 85% من مناطق أم درمان هي تحت سيطرة القوات المسلحة، عدا القليل جدا من الأجزاء الغربية والأجزاء الجنوبية. إذا تحدثنا عن الأجزاء الغربية نجدها هي أكثر المحاور ضراوة في العمليات العسكرية، وتقدم كبير جدا لهذه القوات، وشارفت حتى مناطق سوق ليبيا
تبقت الأجزاء الغربي سوق ليبيا دار السلامات، وأيضا الأجزاء الغربية الجنوبية سلخان الصلاح إدريس وسوق القش. هذه الجزئية الصغيرة التي تتمركز فيها ميليشيات التمرد، وظلت هذه المنطقة منطقة عسكرية شرسة جدا تقود فيها قوات المسلح وقوات الاحتياط المركزي عمليات برية عنيفة جدا كبدت فيها العدو خسائر فادحة. أيضا إذا نظرنا إلى الأجزاء الجنوبية نجد هذه الأجزاء تمددت إلى مساحات واسعة حتى تخوم قرى الجموعية. فدي كلها عمليات كبيرة جدا بتقوم بها القوات المسلحة في أم درمان، في محاولة أيضا لمنع أي عملية بتاعة تمدد لهذه القوات، والتي انهارت بدورها تماما وآثرت بنفسها أنها تنسحب إلى الولايات الغربية. ده في مجمل الأحداث. أما بالنسبة لولاية الجزيرة إذا تحدثنا أيضا نجد في ولاية الجزيرة للناس المتابعة الأحداث في ولاية الجزيرة تارة نجد أنه المحور الجنوبي يكون أكثر المعارك العسكرية، ثم تنخفض حدة المعارك العسكرية في المحور الغربي والمحور الشرقي، ثم تنخفض في المحور الجنوبي ترتفع في المحور الشرقي. إذا هنالك استراتيجية معينة تنتهجها القوات المسلحة في إدارة هذه المعركة، ولم تتوقف كل هذه المعارك رغم انخفاض حدة المعارك العسكرية، لكن تعتمد القوات المسلحة اعتماد كبير جدا على فرق العمل الخاص وهيئة العمليات، لأنه دي جماعة فرق هي تم تأهيلها وتدريبها وأيضا إمدادها بأحدث الأجهزة بحيث أنها تكون موازية للعمل العسكري، لأنها تمتاز بالسرعة والخفة في عمليات العسكرية. هذه القوات مهمتها الأساسية إنها هي تحيد كل الأسلحة الاستراتيجية لميليشيات التمرد والمخازن والقوات الرئيسية والأسلحة الممكن تكون ثقيلة تشكل تهديد بالنسبة للقوات المسلحة. ونجحت نجاح كبير جدا في المحور الجنوبي والمحور الشرقي والمحور الغربي. نجد أنه هذه القوات أيضا اليوم أو حقيقة طيلة الأسبوع الماضي اشتدت حدة المعارك العسكرية في الأجزاء الغربية مع انخفاض هذه المعارك واعتمادها على العمل الخاص وهيئة العمليات في المحور الجنوبي. كذلك انخفاض حدة هذه المواجهات العسكرية في المحور الشرقي، لكن يظل الاعتماد على فرق العمل الخاص وهيئة العمليات التي تنفذ العمليات النوعية ضد ميليشيات التمرد. الإحراز الأكبر والتقدم الأكبر هو الآن موجود في المحور الغربي. أشرس المعارك بالأمس دارت معركة كانت طويلة جدا امتدت ل8 ساعات، تمكنت فيها القوات المسلحة أنها تسيطر على منطقة واسعة وعدد كبير جدا من القرى، كبدت فيها ميليشيات التمرد خسائر فادحة في المعدات والأرواح. أيضا ما زالت هذه المعارك مستمرة، والعمليات العسكرية بالمستنفرين والقوات المسلحة وهيئة العمليات وفرق العمل الخاص كلها الآن تشارك في دهر التمرد في الأجزاء الغربية لولاية الجزيرة. إذا كنظرة عامة ميليشيات الجنجويد هي الآن أصبحت في انهيار تام نسبة للعمل الكبير ومسألة شركة زريدو حقيقة اللي كجة ونصب لهذه الميليشيات سواء كانت في ولاية الجزيرة أو في بحري أو في منطقة شرق النيل أو في مناطق الريف الشمالي تحديدا محور مصفاة الجيلي. نقول التحية لقواتنا المسلحة ونصر الله هذه القوات المسلحة. نمشي للتقرير وأبرز العمليات العسكرية التي دارت في هذا اليوم الموافق 22 يونيو السبت. اليوم 22 يونيو شهر 6. يا جماعة الجنجويد ما بعرفوا كلمة يونيو من يوليو لا المسمات دي بعرفوها، لكن تقول لهم بالعربي. الليلة يا جماعة التاريخ 22/6/2024 الموافق السبت. نبدأه بمنطقة الخرطوم. عقب العمليات العسكرية والسرية والنوعية التي تقوم بها فرق العمل الخاص من القيادة العامة طيلة ال3 أيام الماضية، والتي كبدت من خلالها الميليشيات المتمردة خسائر فادحة في العتاد والأرواح، تمكنت هذه القوات المتمددة في هذه الأجزاء والمنتشرة في محاور شرق القيادة العامة والمناطق أيضا الوسطية للخرطوم والشريط المحاذي لمجرى النيل. تمكنت قواتنا المسلحة من تدمير العديد من الارتكازات للعدو وتحييد أيضا مجموعات كبيرة
في نقاط كثيرة وبسط سيطرتها عليها بالكامل. وتشهد منطقة وسط الخرطوم والمناطق الشرقية أيضا للقيادة العامة تقدما كبير لهذه القوات المسلحة، وتصديها أيضا للعديد من المحاولات الفاشلة، محققة إنجازا كبيرا في التقدم ودهر العدو من هذه الأجزاء. منطقة بحري اليوم حقيقة سماء دوي، انفجارات وأعمدة دخان بكثافة عالية جدا تحدثها الطائرات المسيرة في العديد من نقاط وتجمعات ميليشيات الجنجويد، لتشمل عدة مناطق ببحر عمدت على تدمير وحراق عشرات السيارات والآليات القتالية والسيارات المدنية التي تستغلها عناصر التمرد، أوقعت عشرات القتلى والجرحى. منطقة المدرعات الشجرة تمكنت قواتكم المسلحة الباسلة المستبسلة دوما بسلاح المدرعات منطقة الشجرة العسكرية اليوم 22/6 من تدمير وتحييد قوة من ميليشيات التمرد في عملية كمين محكم حال دون هروبهم، مما نتج عن تدمير عربة قتالية تحمل مدفع 23 وأخرى أيضا مقتل وهلاك أكثر من 21 وإصابة العشرات وكمية من الأسرى وغنائم أسلحة وذخائر في يد قواتكم المسلحة، مع استمرارية العمليات الهجومية التي تنفذها على معاقل ونقاط تجمعات العدو. ولاية الجزيرة المحور الشرقي 18 قتيل وعشرات الجرحى والأسرى في صفوف ميليشيات الجنجويد المرتزقة الإرهابية. جاء ذلك جراء عمليات عسكرية تقوم بها قواتكم المسلحة والمشتركة في عمليات هجومية برية تنفذها على ارتكازات ومناطق تواجد الميليشيات المتمردة، تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتدمر سيارات وتستلم أخرى بحالة جيدة، وكمية من الذخائر والأسلحة هي غنائم بيد قواتنا المسلحة. ولاية الجزيرة تعزيزات عسكرية ضخمة تدفع بها القيادة المركزية إلى محور المناقل وسط عمليات عسكرية مكثفة تقوم بها فرق العمل الخاص وهيئة العمليات والمستنفرين، والتي بدورها أحرزت تقدمات ملحوظة كبدت من خلالها ميليشيات التمرد خسائر كبيرة، وأبرزها المعركة التي دارت أمس واستمرت لأكثر من 8 ساعات، والتي ألحقت بالعدو هزيمة كبيرة وسيطرت قواتنا المسلحة على قرى ودهر التمرد منها تماما. ولاية الجزيرة نفذ الطيران الحربي اليوم بتاريخ 22/6/2024 غارات جوية مكثفة على تجمعات وارتكازات ميليشيات الدعم السريع الإرهابية المرتزقة في عدة محاور من ولاية الجزيرة. هذه الغارات أسفرت عن تدمير عشرات المركبات القتالية ومقتل وهلاك العشرات من مرتزقة الجنجويد الإرهابية، وما زالت هذه الضربات مستمرة حتى مساء اليوم. ولاية الجزيرة منطقة تنبول خلافات وصراع داخل ميليشيات الجنجويد، بحيث قامت قوة من أبناء الرزيقات والمسيرية بالاقتتال بينهم، ونفذت الأخرى باسم استخبارات ميليشيات الجنجويد حملة احتغالات طالت أبناء المسيرية وقائدهم المدعو عميد الطاهر جاه الله في شرق الجزيرة بتهم تتعلق بالتخابر مع الجيش. هذه الاشتباكات خلفت عشرات القتلى والجرحى. هنالك حالة من التوتر العسكري تسود المنطقة، وحملات تصفية واسعة تقوم بها مجموعات الرزيقات ضد أبناء المسيرية ومجموعات أيضا كيكل. مدينة الفاشر بعد عجزها تماما عن إسقاط مدينة الفاشر والخسائر الكبيرة التي منيت بها ميليشيات الجنجويد، قامت هذه الميليشيات المتمردة الإرهابية مساء أمس بتدوين على المدينة. تركز هذا التدوين على تدمير المستشفى السعودي، المستشفى الوحيد لأمراض النساء والولادة الذي يعمل بالإقليم كافة بعد خروج مستشفى الفاشر الجنوبي عن الخدمة.
غامت الميليشيات بتدمير ودمار كبير جدا لحق بهذا المرفق الصحي الوحيد المتبقي، يخلف قتلى وجرحى من المرضى والكوادر الطبية والمواطنين أيضا بالأحياء المحيطة. كانت هنالك في انتهاك واضح ومتعمد لاستهداف المدنيين والمرافق الخدمية الصحية وغيرها لإجبار مواطن هذه المدينة على الفرار والتهجير القسري. إقليم دارفور تخوض القوات المسلحة والقوات المشتركة وقوات من فرقة الصحوة جناح موسى هلال اليوم 22/6 معارك ضارية وشرسة ضد ميليشيات التمرد وتطهير العديد من المحاور بالصحراء والوديان بولاية الشمال الدارفور، وقطع كل طرق الإمداد وعمليات الفزع التي تعبر من هذه المحاور بإسناد وغطاء من الطيران الحربي وطيران الاستطلاع. حققت هذه المعارك تقدما كبيرا كبدت من خلالها ميليشيات التمرد خسائر فادحة، خلفت عشرات السيارات المدمرة وأكثر من 47 سيارة قتالية بحالة جيدة هي غنائم بيد قواتهم المسلحة والمشتركة، وكمية من الأسرى من عدة دول بالجوار وأسلحة وعتاد حربي تم استلامه مع استمرارية المعارك والمواجهات المباشرة حتى ساعة متأخرة من مساء هذا اليوم 22 يونيو 2024. منطقة أم درمان معارك وعمليات اشتباكية برية لم تتوقف تنفذها قواتنا المسلحة وقوات الاحتياطي المركزي، تعمل من خلالها على ضرب أوكار وتجمعات المرتزقة في الأجزاء الغربية لأم درمان، وتعرض هذه القوات فيها تقدما كبير وملحوظ اليوم. تمكنت من تدمير مركبات قتالية وأخرى مدنية كانت تستغلها عناصر التمرد، مقتل وهلاك عدد 27 وأسر مجموعات منهم واستلام أسلحة متوسطة وأسلحة خفيفة مع استمرارية العمليات العسكرية. نصر الله قواتنا المسلحة وثبت الله أقدامهم وسدد الله رميهم. الرحمة والمغفرة لشهدائنا من المدنيين والعسكريين، الشفاء للجرحى والمصابين أيضا من المدنيين والعسكريين. نذكر الإخوة أيضا هنالك أخبار متنوعة ومعلومات نستمدها من بعض المواقع والتغريدات عبر المنصات الإعلامية المختلفة، وأبرز هذه الأخبار المتنوعة جبهة تحرير قومية الأمهرة ما يعرف بفانو الإثيوبية أيضا تحمل مسؤولية الهجوم على اللاجئين السودانيين في شمال منطقة إقليم الأمهرة وتعرضهم للانتهاكات والاضطهاد إلى حزب الازدهار الحاكم بقيادة أبي أحمد. لجنة إفريقية برئاسة الرئيس موسيفيني لجمع البرهان وحميتي والاتحاد الإفريقي يدعو لوقف الحرب فورا. الأمين العام أيضا لمجموعات تقدم الصديق الصادق المهدي منحازون للشعب وليس لأي طرف من أطراف الصراع. الرئيس موسيفيني أسباب حرب السودان أخطاء أيديولوجية لغادة البلاد. مبارك أردول التطورات في السودان تؤكد الحاجة لحوار وطني شامل لا يستثني أي طرف. مبارك الفاضل يرحب بدعوة الآلية التابعة للاتحاد الإفريقي للحوار السياسي السوداني. المبعوث الأمريكي للسودان أمام قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي يقول إن الولايات المتحدة مستمرة في دعم المدنيين في السودان ودعم المنظمات والدول التي توفر الغذاء والدواء للسودانيين. هنالك عنف وجوع وتطهير عرقي. دويلة الإمارات تقدم 5 ملايين دولار لدعم صندوق السودان الإنساني. الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني: لا نستبعد انفصال دارفور وتقسيم البلاد. الجالية السودانية وبين قوسين القحاطة
نشيد بالدور الكبير الذي قامت به دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب في السودان من دعم وتقديم المساعدة للنازحين واللاجئين. إن شاء الله هذه الأخبار والمعلومات اللي قرأناها حيتم مناقشتها اليوم الساعة 11 بتوقيت الخرطوم عبر منصة التيك توك باسم السلطة الرابعة. نعيد ونكرر هذه الأخبار والمعلومات اللي نحن أوردناها إليكم قبل قليل. هذه المعلومات إن شاء الله حيكون هنالك بث يوميا عبر منصة التيك توك باسم السلطة الرابعة، حنناقش فيه هذه الملفات وكل الأحداث والتطورات اليومية مع نخبة أيضا من السياسيين والكتاب. فالدعوة موجهة للكل إن شاء الله، وبارك الله فيكم إلى أن نلتقي إن شاء الله في بث قادم.